انا مدرسه. انا مدرس. أنا مدرس. أنا مدرس. أنا مدرس. أنا مدرس. جبنا 5 مدرسين وحطينا وسطهم شخص مش مدرس. لو طلعوه خلصوا الجيم قبل اخر راوند يكسبوا، لو ما طلعوهوش او فضل لاخر راوند يكسب هو. ده برنامج بينا غريب. إيه أغرب طلب طلبك من طالب؟ لا، في طلبات كتير غريبة بس هو هما كل طلباتهم غريبة. كلهم. يعني مش أغرب طلب، بس هو ممكن يخش تويليت مثلا مرتين. هو التويلت عامل أزمة. اه أنا في ستودنت قبل كده طلب مني إن أنا أقنع مامته يغير المكتب بتاعه، بدخل في مشاكل عائلية. مش حاسه ان انا شاكه فيها عشان هي شكلها مدرسه قوي. نمبر 4 بتصحي الساعة كام؟ 5:30 6. ليه بتصحي بدري قوي كده؟ علشان بجهز بنتي كمان. اوكي يعني بنتي وأنا. اوكي. نمبر 1 اغرب شخصيه ستودنت طالب كانت عامله ازاي؟ كان طالب واثق في نفسه بزيادة، يعني ما يحبنيش حتى أنا غلطه، فكان بيتخانق معايا دايما في الحتة دي إيفن إن هو غلط كل يعني. الطلبات. بالظبط كده. بس هو كان اوفر شوية، اللي هو طالع هو عارف إن هو يحل صح يعني، اوكي. مش عايز حد يتناقش معاه. نمبر 1 مش شاكه فيها، اسئلتها بريسايز قوي، في فايب كده ان هي مدرسه. نمبر 2 بتعملي تحضير كل قد ايه؟ ممكن احضر مثلا لو انا عايزه ما اضيعش وقت throughout الاسبوع، ممكن احضر مثلا في بدايه الاسبوع او في الويك اند لكل الاسبوع. نمبر 2 تعملي ايه في الجريد بوك؟ انا ما عنديش جريد بوك، ما عنديش أوكي. جريدنج اصلا. اوكي، هي صغيرة عن ان هي تبقى تيتشر. شكلها أصلا طالبة مش مدرسة. نمبر 2 بتدرسي ايه وسنك ايه؟ بدرس social emotional learning، وسني انت فاكراني عندي كام سنه؟ لا شكلك صغير الصراحه عشان كده. مش هقول. ونمبر 3 انا بقى رياضيات لكل السنين، كل العمر. يا اوكي. شكله مش مدرس. شوف كده اساله اسئله تانية. جيرمان تيتشر. لسن ايه؟ سن الأطفال. أطفال وكبار يعني. اوكي. أنا KG2 انجلش وماث. ارت اند جرافيك ديزاين. English language arts high school. بتشتغلوا مع ages ايه؟ انا ثانوي كله. هاي سكول سنة. 5 ما شكتش فيه، كان واثق من اجاباته، ما فيش حاجه ما جاوبش عليها بسرعه. بتاخدوا كام بريك في اليوم؟ 2 بريكس. هو انا السكادجول بتاعي بيبقى irregular شويه، فممكن يوم يبقى عندي سيشنز كتير وبريكس قليله، او راننج مثلا طول اليوم، ويوم تاني يبقى عندي العكس. احنا بناخد بريك واحده في اليوم طويله شويه. لا أنا على حسب السيشنز، على حسب كم عندي حصة في اليوم، فباخد الوقت اللي ما عنديش فيه باخد فيه بريك. نفس الكلام على حسب الكلاسز اللي في اليوم. وانا برضه السكادجول بيختلف. بتتعاملوا ازاي مع سؤال ما فهمتش حاجه خالص؟ حلو. لا احنا بنعيد ونزيد وما بنزهقش. هو كده كده يعني معظم الوقت هم مش فاهمين حاجه خالص. تمام، بس على حسب بقى الطالب، كل طالب ليه طريقته ليه. وممكن اخلي ستودنت تاني فاهم يشرح لا له، صح، فهما بيفهموا من لا بعض اكتر. ده لو في ستودنتس معينين اللي هو لا انا مش فاهم، ده اللي هو بتبقى عارفه اللي ده هيقول لك اول ما تخلصي انا مش فاهم. مش فاهم ايه، انا ما قلتش حاجه اصلا. هو عندي. او هنعمل ايه؟ Yeah. ده اول سؤال بيتسال اول ما ادخل الكلاس. طب بتجاوب عليه ازاي؟ اقعد مكانك. شاكه فيه هادي قوي ان هو يبقى مدرس، واجابته مش ستريت فورورد. مثلا المدرسين بطباعهم بتبقى متعصبه شويه بتتكلم. ايه اصعب حاجه في التدريس السنه دي؟ السنه دي بالذات السنه دي بالذات او في الجيل الجديد ده؟ ان التدريس لازم يبقى فن، لازم يبقى فيه جزء مرح في الموضوع، وفي حاجات ما فيهاش مرح خالص. لا هو بالنسبه لي، مع ان انا اصلا سني صغير، بس هو في سلانج كتير قوي انا مش فاهمه اللي بيتقال. انا بجد مش فاهمه انا بتشتم دلوقتي ولا دي حاجه لذيذه ولا ايه. عندي مشكله مع الاي اي، ما بعرفش ال AI اتعامل ازاي القط اي اي من ستودنت. ده شغله ولا مش شغله؟ دي صعبه صعبه قوي. نمبر 6 هي تيتشر سيرف. حد اوريدي بيستخدم اي في بستخدم تدريسه؟ انا بستعمله. نمبر 2 شاكه فيها جدا عشان سنها صغير، وعشان بتتكلم ان جنرال فمش محدده قوي. انا متاكده ان كلهم هيبقوا شاكين بسبب ان انا شكلي صغير. لا بالنسبة لKG2 لا، كله حاجات بسيطة، فلا نو واي أصلا. ليكوا لسن بلانز اصلا؟ لا لينا. طيب نمبر 3 بتقسم السيشن ازاي؟ بتنكلود ايه واوقات قد ايه؟ لازم يبقى فيه في الاول وورم اب او احماء للسيشن، وبعدين البادي اللي هشرح فيه هشرح ازاي، احط الابروتش، بعد كده الامثله، وبعد كده بعمل سامري او ملخص للي انا درسته كله في الحصه. اوكي. دلوقتي كل واحد هيقول هو شاكك في مين عشان يطلعه بره. نمبر 2 انا شاكه في نمبر 5. هو هادي قوي، ما اتكلمش كتير، حاسه احنا لسه ما لحقناش نعرفه قوي، بس ممكن يبقى هو. وانا شاكك في نمبر 5. أنا في 2. 3 وانا شاكه في 5. عايزه اكمل. خلينا نكمل. وعايزة أكمل. انا عايزه اكمل. عندي سؤال، إيه أكتر حاجة كل واحد فيكم يعني بيخاف منها
قوي في السنه الدراسيه كلها. الاهالي يا بيرعبوني. الماميز جروب ده فظيع. 100% مدرسه، كل حاجه بتقولها حاجه بتتحقق مع المدرسين كل يوم وعارفه بتقول ايه بالظبط، فهي فور شور مدرسه، اكيد مدرسه. لا انا لو بدرس كبار يعني هاي سكول او الثانوي بخاف من الطالب اللي بيحطك تحدي. انا بخاف لما انا بدرس ايجز من صغير لحد الكبار، فانا بخاف قوي من الطلبه الاطول مني عشان انا اصلا قصيره، فانا انا برضو عندي مشكله ان شكلي صغير، فاولياء الامور ما بيقتنعوش قوي، هم داخلين ان هي التيتشر، فشكلي بيعمل لي مشكله احيانا. سؤال تاني برضو للكل، ايه اكتر سوء فهم مسكونسبشن عن التدريس؟ يعني لما حد بيسمع انك مدرس بيقول لك حاجه مش صح خالص. انها سهله قوي، حاجه بسيطه عادي. يا بنتي انت بتخلصي بدري. انا I agree مع فكره الناس فاكره ان التدريس حاجه سهله قوي، وانا حاسه ان هي it's so much more. فكره ان انت تعرف كل طالب عندك وكل شخصيه تتعامل معاها، هي مش بالك، يعني انت بتتعامل مع كل واحد لوحده. هي دي كانت اصعب حاجه لما عن الشو ده، ان انا كنت حاسه اللي هو ما انت لو بتدرس سنين مختلفه، كل جريد ليه طريقه وتكنيك مختلفه، هتعرف ازاي وبيشوفوا ان التعامل مع الاطفال اسهل من الماشين او انسان كبير ان انت بتشتغل معاه، بس ده اصعب بكتير يعني. بس honestly يعني الايجز الاصغر بتكون rewarding اكتر بجد. يعني ساعات بحس ان انا محتاجه اقعد معاهم. ايوه لانك بتحسي ان هم اتعلموا منك حاجه. بالظبط. انا بحس ان الكبار ألذ عشان بعرف يبقى في conversation رايح جاي ومتشور، وبعرف ان اوصل لفكرهم. بس الاطفال بتتعلم اسرع، يعني بحس ان هم بياخدوا المعلومه اسرع، بيتعلموا بسرعه وبيفاجئوكي. يعني انت يعني ممكن تبقي فاكره ان انت قاعده بتكلمي نفسك، ما تتفاجئي بيزيدوا لك معلومه اصلا يعني. رقم 1 شكيت فيها، بس بعد كده نوعيه اجاباتها بينت ان هي مدرسه. طيب لو في طالب مشاغب في الكلاس او كده، بتديروا الكلاس ازاي؟ يعني بتسيطروا عليه ازاي لو هو معطل اصلا للسيشن؟ لما اجيبه يقعد قدامي. انا بتعمل كده برضو، بخليه زي اسيستنت ليا، فاللي هو بيساعدني، فبيحس ان هو خد دور في الكلاس فبيهدى شويه. حسب شخصيتي. انا بعمل كده. بالظبط. انا جبت قعدت قدامي هفضل متعصبه منه، فبديله تاسك او حاجه يفضل انه لو اسيستنت غير تاسك، يعني لو حاجه هو حاسس انه بيساعدني فيها، يعني اللي هو مثلا اقول له طب انت وزع الحاجات دي، طب انت تشغليه بحاجه عشان يعرف يبتدي. نمبر 6 كام سنه تدريس؟ 11 سنه. نمبر 3 انت بتدرس بقالك كام سنه؟ 14 سنه. اوكي. انا شاكه فيه شويه، بس اجاباته لا هو فعلا مدرس بقاله كتير يعني. نمبر 2 بتدرسي بقالي كام سنه؟ 4 سنين. 4 شهور. انا شاكك في نمبر 2 لان هي اصغر واحده فينا، شكلها صغير جدا، هي عامله نوز بيرسينج، فاغلبيه المدارس مش هتقبل ان التيتشر يبقى عنده نوز بيرسينج. طب ايه المشكله؟ ما انا ممكن اشيل البيرسينج قبل ما اروح المدرسه. طب نمبر 2 ليه قررتي ان انت تاخدي كارير في التدريس؟ هو انا كنت انترستد عامه في الفيلد اللي انا بدرس فيه، اللي هو السوشيال ايموشنال ليرنينج، و somehow I ended up بدرسه، يعني it wasn't a plan. يعني من غير مقاطعه، بس انا دايما عندي راي ده ان 90% من المدرسين دخلوا الكارير لان هو ربنا اختارهم ان هم يبقوا مدرسين، زقهم في الموضوع. وشفت ان دي فرصه كويسه ان انا ابدا فيها في الدراسه، فبدات من بدري قوي يعني. بتخلصي الساعه كام؟ بخلص 4:15. نمبر 2 بس ما عمري ما بخلص برضو قوي، هو 4:15 بس بتروحي بتكملي شغل. بخلص مثلا سيشنز ممكن تخلص around 3، بس برضو اللي هو على ما بمشي actually من مكان او من مدرسه الموضوع بياخد شويه وقت. شاكه فيها عشان صغيره قوي ان هي تبقى مدرسه، بس اجاباتها برضو ممكن تلخبط شويه. طيب نمبر 1 ايه احلى اجازه في السنه؟ ما عنديش اجازات لان انا بدي كورسز وكده، وبشتغل في الجامعه وفي كذا مكان، فما باخدش اجازه. انت بتشتغل من الساعه كام للساعه كام؟ وقت حضور يعني ولا شغل؟ وقت حضور. ليه علاقه من الساعه 8 الصبح للساعه 3 العصر. في الوقت ده ممكن مثلا تدي كام سيشن؟ على حسب، كل يوم في سيشنز مختلفه. لو عندك فول سكادجول. فول سكادجول 8 او 9. صعبه قوي. اوكي. 4. حاسه ممكن 4. انا نمبر 1. نمبر 1. وانا نمبر 4. نمبر 4 مش شاكك فيها خالص، لان هي قالت كل مجريات اليوم بتاعت المدرسين زي ما هي، تصحى الصبح بدري جدا وبتجهز بنتها. لا ممكن اكمل. حاسه احنا ممكن اكمل. نمبر 1 ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من شغلك؟ I think الصبر، عشان بتعامل مع الاطفال الصغيره، وان انا اتعلم دايما حاجات جديده، لان انا دايما يعني بكبر من نفسي ان انا اتعلم او كده، بلاقي حاجات جديده اكتشفتها انا ما اتعلمتهاش لسه. يعني كمان عشان بدرس لغات، فالموضوع بيفرق جامد. الممارسه برضو بتفيدني كتير يعني. بتشرب قهوه؟ اكيد بشرب. بتشرب كام مره في اليوم؟ سخنه ولا ساقعه؟
مش عارفه كم مره كده وكم مره يعني ممكن كله على بعضه 4 كوبايات. في وان بريك. لا على اليوم. امتى بتشرب وانت عندك سيشنز؟ ما هو ما عنديش سيشن طول اليوم، عندي متقسم يعني كل ما باخد بريك ممكن اشرب قهوه. نمبر 6، لو حد سألك سؤال من الطلاب انت ما عندكيش اجابه ليه، بتتصرفي ازاي في الوقت ده؟ بحاول play around it اللي هو اوكي. طب let's do it for homework. اعمل انت الريسيرش وارجع لي وانا هقول لك صح ولا غلط. ممكن ندور عليها سوا لو كلمه يعني. جروب بروجكت كده. اوكي. نمبر 6، لا كنا متاكده ان هي تيتشر. نمبر 1 ايه اصعب ولي امر قابلتيه؟ بيكون شخصيته عامله ازاي يعني؟ كان بيركز، هو الطالب كان بيركز قوي معايا في الكلاس، فينقل اي حاجه، ايفن ان انا مثلا سلمت على طالب، حضنت طالب، فبيحسوا فيه تفرقه بقى، فكانت مشاكل كتير بتيجي من الناحيه دي. بتنام الساعه كام؟ ما هو المدرس هينام بدري. انا عاده بنام ده لو واحدة. مدرس. 1 2. لو مدرس بقى. عاده المدرسين بيناموا 9 10 ماكسيموم يعني. انا بتكلم عن كل حتى لو انا منهم. ما هو انت اكيد عشان كده بتشرب 4 كوبايات قهوه. نمبر 3، يكون عندك في السيشن الواحده مثلا كام ستودنت تقريبا افريج يعني؟ من اخر التشارات يعني 18 لحد 24 مثلا 25. نمبر 1 ايه اكتر تول او اداه بتستخدموها في الفصل دلوقتي؟ ان انا بعمل لهم كومبيتيشن دايما، يعني ده اللي بيشجعهم ان هم يذاكروا اكتر، وان احنا بنسمع فيديوز، نسمع حاجات، لان شغالين على لغه، فلازم الممارسه ان هو بكل حواسهم تقريبا. 6، ممكن تعملي ايه to break the ice مع كلاس جديد اول مره تدرسيه؟ جيمز على طول، تلعب جيمز، تلعبي بينجو، always افكار جديده. وانتي لما بتبقي open مع الطلبه هم بيحسوا بارتياح، فهم كمان بيفتحوا. نمبر 3، ايه اكتر حاجه اتغيرت فيك من ساعه ما بدات التدريس؟ زي ما هي زي ما نمبر 1 منشن، اتعلمت صبر اكتر. لا ما اتعامل مع تسرقش المواقف. دي عايزة من المدرسين. اتعلمت صبر واتعلمت في المواقف الصعبه ابقى بتصرف ازاي، يعني لو عندي سيتويشن في الفصل او موقف. طب ايه اصعب موقف صعب مريت بيه؟ لما بتخش في صدام مع طالب، ايه بقى؟ بيبقى عندك اختيار، يا اما خلاص انت طلعت من احكي لي موقف. ايه بالظبط. كان في طالب ما طلع التليفون عايز يكلم ابوه في وسط الحصه، فاضطريت اتعامل مع الموقف ده اصعب موقف؟ يعني اللي حاضرني دلوقتي. كلنا شاكين في بعض تقريبا. موضوع صعب قوي. بعدين أبدأ أشك المدرسين في نفسي. اتغيروا برضه، فما بقاش زي زمان فتزف. نمبر 1 انت قلتي بتدرسي سن كام؟ جميع الاعمار يعني، برايمري وسكندري، وبدي كورسز لناس كبيره اصلا يعني. بره المدارس؟ بره المدارس يعني. في اي سوشيال اكتيفيتيز اتعملت مع طلبه او كده بره المدرسه؟ لا. نفس السؤال نمبر 6. لا، في سوشيال اكتيفيتيز اتعملت بره المدرسه، على يعني انا بقالي 11 سنه بدرس، فكل مدرسه ليها سيستم معين، ففي مدارس لا كنا بنعمل اكتيفيتيز بره. انت عملت سوشيال اكتيفيتي؟ زي ما قال ايه هو السوشيال؟ خروج سينما. برضه بتسرق اجابات. يعني انت خروج سينما خلي موقفك يعني خرجنا عادي سوشيال، خرجنا اكلنا بره ودخلنا سينما. ده كان اعمارهم ايه؟ كانوا كبار يعني، دايما بيبقوا الاكبر، لا والله في اصغر يعني، في اللي بيبقوا سن مثلا 11 سنه 12 سنه، وفي الاكبر بقى 17. نمبر 3 محتاره فيه جدا بصراحه، وانا بساله الاسئله عشان لسه مش قادره احدد بالظبط. انت قلت انت بتدرس ماث؟ طب ايه اصعب حاجه الطلبه كلهم مش بيفهموها؟ هو في حاجه هي مش ماث، بعد الماث في كالكولس. فالكالكولس ده دايما بيبقى اكتر حته معقده للولاد انهم يفهموها. اوكي. بيبقوا محتاجين يعرفوا التطبيق العملي ليها، ومفيش تطبيق عملي سهل تشرحه لهم. نمبر 2 مش عارفه. نمبر 3. نمبر 2 وانا نمبر 3. كل شخص فيهم دلوقتي معاه 30 ثانية عشان يثبت للباقي إن هو مدرس. طيب الجدول بتاعك بيتقاس باللود السيشنز ولا بعدد الكوريكولم اللي بتدرسيه؟ لا احنا البلانز بتاعتنا بتبقى مختلفه عن السبجكتس الثانيه شويه، فهو بيبقى كل فتره في ثيم معين للسيشنز، والسيشنز بتتقسم على حسب الكلاسز، مش باللود او بالكوريكولم. بيدوكي قد ايه وقت قبل ما تسلمي اي حاجه مطلوبه منك؟ زي ما قلت شغلي irregular شويه، فما عنديش مش مدرسه يعني؟ مش مدرسه. اللي انا بعلمه عشان اللي هو السوشيال ايموشنال ليرنينج ده مش بيتقاس بالورقه والقلم، ان انا اعرف ان انا علمتهم بان انا الاقيهم فهموا بس. مفيش امتحانات؟ ما فيش امتحانات عندي. I'm sure ان نمبر 2 هي اللي مش مدرسه خالص. طيب انا بدرس بقالي 14 سنه، وكانت اصعب حاجه في الموضوع الصحيان بدري، وان انت كوميتد قوي او مسؤول قوي عن عدد كبير قوي من الناس، ودايما بحس ان مش عندي مدير، انا عندي كل الطلبه دول مديرين، واهليهم مديرين، والاداره مديرين.
فبيبقى عندك كم مديرين رهيب، فده بيبقى ضغط نفسي عالي. الديدلاينز اللي بقولك عليها دي دايما بتبقى كتير، ودايما بيطلبوها بدري قوي عن ان هي المفروض تتسلم، وعمرك ما بتسلمها في وقتها. بس ماشي نمبر 2. نمبر 2 نمبر 2 حاسه انه اوت. حاسس انه هو انا حاسه ان اوت. والغريب يخسر. حاسه قصه الشعر خدعتنا اول دور. ما كنتش متوقعه خالص ان نمبر 4 يبقى الامبوستر خالص. أنا تقمصت الشخصية عشان بنتي بذاكر لها، بوديها مدرسة، أصحابي كتير قوي مدرسين، فعارفة معلومات كتير قوي منهم. أنا إيمان، أوفيس مانجر. انا ساره الجبري، بدرس بقالي 11 سنه وبدرس انجلش لانجويج ارتس. هايدي مجدي، بدرس بقالي 4 سنين جيرمان تيتشر. علي فيصل، 14 سنه بدرس ماث وكالكلس واي اس تي. احمد نور، شغال بقالي 7 سنين ارت اند جرافيك ديزاين تيتشر. انا ليلى بليتي، شغاله بقالي 4 سنين مدرسه، بدرس سوشيال ايموشنال ليرنينج.